سؤال دايما بيتسأل في كل شركة، هو البيع فين؟ والإجابة دايما أصل السوق وحش والأسعار غالية. وللأسف خسائر بالملايين مش عشان السوق وحش ولا الأسعار غالية، لكن عشان الناس مشغولين جدا بس مش شغالين فعلا. في كتير من الشركات عندنا وخاصة في شركات القطاع العقاري الوقت بيتسرق منهم من غير ما يحسوا. وقت بيضيع في الفطار والمورنينج كافي، حوارات جانبية ملهاش أي علاقة بالشغل، ميتنج ملهاش لازمة، ولف كتير على شركات البروكر بدون أي نتائج حقيقية، واختلاق مشاكل ملهاش أي داعي. والكارثة إن الموظف باين عليه إنه بيشتغل بكل طاقته، بس فعليا هو مش بينتج أي حاجة. المشكلة مش في المجهود اللي بيبذله، المشكلة في التايم مانجمنت. الحل هنعرفه مع بعض في الحدوتة دي. أنا شريف الغزالي وأنتوا في حدوتة جديدة من حواديت بيزنس. سنة 2011 شركة تويوتا كانت في قمة التوسع، بس في مصنع من مصانعهم في أمريكا البرودكتيفيتي بدأت تقل فيه بشكل مريب. الإدارة كانت شايفة إن الموظفين بيشتغلوا والماكينات شغالة عادي جدا وكل حاجة شكلها تمام، بس الفاينل اوتبوت مش بيزيد، بل بالعكس بدأ يقل. جابوا استشاري خارجي وكان اسمه جون بي كوتر، وده أستاذ في جامعة هارفارد وخبير عالمي في القيادة والإنتاجية. بالمناسبة ألف كتب مثيرة جدا زي كتاب اسمه Leading Change و Essence of Urgency. جابوه عشان يعمل اوديتنج، ولما بدأ يشتغل طلب انه يراقب يوم عمل الموظفين لحظة بلحظة. وهنا كانت المفاجأة، اكتشف ان اول 30 دقيقة بتروح في اجتماعات الصبح اللي ملهاش اي 30 لازمة وما فيهاش قرار واضح بيطلع. ساعة بتتهدر في الفطار ووقت ضايع في التنقل ما بين الاقسام وبعضها بدون اي سبب واضح. ومشاكل بسيطة بتتعقد عشان مفيش صلاحيات واضحة، والفريق بيكرر نفس الكلام لأكتر من مدير. الراجل قال لهم جملة واحدة بس، قال لهم يا جماعة انتوا مش محتاجين مجهود أكتر، انتوا محتاجين وضوح واحترام للوقت. وقدم لهم روجيتة الحل، قدم لهم خطة اسمها لين تايم فلو، يعني تنظيم تدفق الوقت بشكل يقلل الويست أو الهدر. وطلب منهم ان هم يقللوا الاجتماعات تبقى في حدود 15 دقيقة بس، وطلب منهم انهم ينظموا المهام بوضوح من خلال نظام اسمه كانبان سيستم، وده اسلوب صممه مخصوص لشركة تويوتا لإدارة العمل وتحسين الإنتاجية. عمل لهم سياسة اسمها نو ميتنج زونز، يعني مفيش أي اجتماعات في الأوقات المخصصة للإنتاج، وربط المكافآت بالإنتاج الفعلي مش بعدد الساعات. وبعد 3 شهور الدنيا اتغيرت، الانتاجيه زادت بنسبه 23% والتكاليف قلت بنسبه 17%، حاجه كويسه جدا. المغزى بقى ايه من الحدوته؟ ان النجاح مش في انك تفضل شغال 10 ولا 11 ولا 12 ساعه، النجاح في ان كل دقيقه من وقتك يكون ليها قيمه، وكل مهمه بتعملها تكون بتقربك من الهدف بتاعك. واللي عايزك تتعلمه النهارده ان الاجتماعات مش شغل ابدا، الا اذا طلعت منها بقرارات مفيده. والتنقلات الكتيرة من هنا وهنا لهنا وهنا شكلها دي مضيعة للوقت إلا إذا كانت وراها شغل حقيقي. والمجهود اللي مش منظم دي طاقة مهدرة. التايم مانجمنت سكيلز دي من أهم المهارات اللي لازم تتعلمها، لأن كل دقيقة بتضيع من وقتك هي خسارة عليك وعلى شركتك. ورسالتي ليك النهاردة إنك لو أنت موظف احترم وقتك وركز على النتائج مش على الشكليات. ولو أنت مدير قلل شويه من الاجتماعات وفوض صلاحياتك وخليها صلاحيات واضحه، وسيب الناس تشتغل بأريحيه. ولو انت صاحب بيزنس راجع طريقه استغلال وقت حضرتك مع فريقك، لانك ممكن تكون بتدفع مرتبات لشغل انت اصلا مش بتتحصل عليه. لان في شركات كتير جدا بتتقدم مش لانها اكبر، لكن لانها اسرع واكفأ في استغلال كل لحظه. الوقت فلوس، الوقت نجاح. ولو ما عرفتش تدير وقتك بجد عمرك ما هتعرف تدير اي بيزنس ناجح. شكرا لحضراتكم، واستنوني في حدوته جديده من حواديت بيزنس. وسؤالي ليك النهارده، ايه هي اكتر حاجه بتسرق وقتك في الشغل؟